السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد علينا وعليكم، يعود يا ربي بالصحة والسلامة. طبعا اليوم حبيت أشارككم بتفريزات رمضان. مثل ما وعدتكم نزلت الوجبة الأولى اللي هي الهمبرجر، وراحت لصاحبة النصيب اللي هي بنتي. يعني سويت الهمبرجر وقالت ماما اريدها، قلت لها صار تم ودزيتها الها والف عافيه، تريدها للسحور. ايضا راح اسوي انا وحده ان مرتي الثانيه هسه وياكم. وهاي العجينه مالت الهمبرجر هسه راح اسويها ايضا هسه هم وياكم. خليت نفس المواد ونفس الخلطه مالت الهمبرجر، وهسه اعجنها واسويها والكلكها وراح تشوفون وياي. طبعا هاي مرحله، هاي تفريزه اولى بالنسبه للهمبرجر. عندي هنا عندي هذا لحم مثل ما جاي يشوفون، لحم مثروم، وعندي هنا بصل، وعندي هنا عجينه العجينه المثلثه اللي هي عجينه البورق. احنا نسميها بالدوله العراقيه نسمي عجينه البورق. تمام. فراح هسه اسوي وياكم عجينه البورق. راح اسويها الفا باللحم بورق اسوي، وراح اسوي كبه بطاطا او كبه بوتيتا. زين. راح ايضا اسويها، هاي كلها تفريزات رمضان. وراح اسوي ايضا الهمبرجر. طبعا انا هنا خاله مثل ما جاي يشوفون على النار، خليت البوتيتا تنسلق براحتها لما ما اكمل واسوي الحشو وارجع لكم. اعزائي المتابعين، مثل ما جاي يشوفون هاي عجينه الهمبرجر. طبعا وحده من المتابعات سالتني سؤال، كاتبه الي قالت بالهمبرجر تخلين شحم؟ قلت لها لا، ما اخلي شحم بالهمبرجر، ينحط بالكباب الشوي الشحم. ليش ما نحط بالهمبرجر؟ لان الهمبرجر اثناء التسويه مالتها التشويح راح تتفلش، اللحم يتفلش وتصير بيها مسامات. فدائما احنا نختار اللحم الاحمر، يعني مثل ما نقول شلون نقول اللحم ما بيكون اي عرق من الشحم ولا بي اي شحوم، خالي من الشحوم. فانا هذا اشتريته. شوفوا مثل ما جاي يشوفون، هو جرالي القصاب او القصاب مثل ما احنا نقول مرتين. طبعا لازم اللحم ينجر مرتين بالهمبرجر. تمام عزيزتي المتابعه. وحبيت انوه في الشغله، وحده من المتابعات سالتني سؤال، قالت بالنسبه للشبزي ليش تخلين سلق وهو الشبزي لازم ينحط له سبينار؟ اول شيء انا ما اعرف انت من يا دوله داخل العراق او خارج العراق. صحيح اكو بعض المحافظات العراق يخلون سبينار، بس احنا اهالي الجنوب نخلي سلق بالشبزي. يا عزيزتي ويا حبيبتي، واشكرك جدا جدا على هاي الملاحظات اللي انتم تنتبهونها بالنسبه لكم. يعني مثلا يسوون شيء واحنا نسوي شيء، بس تدرين بالسبيناخ ايضا كلش طيب. يعني انا رايحه لبغداد وايضا ضايقه مرقه الشبزي بالسبيناخ، وجربي انت مرقه الشبزي بالسلق وراح تشوفين الطعم رهيب، ما راح يفرق هواي عن بالنسبه للسبيناخ. وانا ممنونه لكل المتابعين حبيبتي. وهسه راح اكمل مثل ما نقول شغله الهمبرجر واكملها وارجع لكم. بهالاثناء انا راح ايضا شو يسمونه اسوي البصل، اثرمه على مود اشوحه وابدي بالحشو مالت كبه البوتيتا وارجع لكم اعزائي المتابعين. ونفس الطريقه مثل ما جهزنا الهمبرجر ذاك اليوم نخلي ورقه الزبده عليها، وبالضبط نبدي نضغط بهذا الشكل مثل ما جاي تشوفون. ومثل ما قلت لكم نضغط من الوسط، تكون الوسط خفيفه، وبعدين اساوي الاطراف. اهم شيء عندي الوسط يكون طبقه اخف من الجوانب.
او الاطراف. طبعا هنا البوتيتا بديت ابردها مثل ما جاي تشوفون، وهسه اكمل الهمبرجر. طبعا كلها هاي على مود تسهل لنا في شهر المبارك، شهر رمضان 2024، تسهيلات حتى يكون يعني خفيف علينا مثل ما نقول الصوم، وما عندنا يعني عبء للسحور. يعني يا دوب نكمل الفطور ونتعبد لله تعالى مثل ما جاي تشوفون. شوفوها تبارك الرحمن. هاي الهمبرجر طبعا صار عندي الكيلو 14 اقل. ليش؟ لان الهمبرجر هنا سويتها بالحجم الكبير، وراح اسوي الثانيه بنفس الطريقه. اخليه واخلي قطعه الهمبرجر وارجع اضغط عليها. ومثل ما قلت لكم اعزائي المتابعين بالضبط الوسط راح يكون هالشكل. احتمال اسوي هذا الفيديو على مرحلتين، لان على مود لا يطول عليكم وتملون وما تشوفونه وتجرون الفيديو. فاشوف ان احاول قدر الامكان بان ما اطول عليكم وارجع لكم. طبعا وعندي هنا من راح الفن عجينه البورك بالاخير راح اراويكم اياها. رجعنا لكم اعزائي المتابعين وخلصنا الكميه وهاي، وهسه راح ابدي اسطرهن هنا على مود تجمد. وخلصنا من الهمبرجر وراح نتفرغ للكبه اعزائي المتابعين. ومثل ما جاي تشوفون هذا اللحم جاي اشوحه او اعصقه مثل ما جاي تشوفون. وعندي هنا البصل جاي احمس بيه واخلص الحشو وارجع لكم. اعزائي المتابعين مثل ما جاي تشوفون هذا الحشو بدا يكمل تمام. وهسه راح ابدي اعجن عجينه البوتيتا على مود ابدي الفن الكبه مالت البوتيتا. هسه احنا خلصنا البورك وخلصنا الهمبرجر والحمد لله. وهسه راح نبدي بالكبه. طبعا هاي كلها بوقت واحد. وهسه الساعه بالعشرة بالليل، واليوم شقد بالتاريخ لحظه. طبعا يوم الاحد 3/3/2024 تمام. وهذا الحشو تبارك الرحمن شوفوا شلون تجانس ما شاء الله. يلا واعجن عجينه البوتيتا وارجع لكم. خلصناه مثل ما جاي تشوفون اعزائي المتابعين. شوفوا خلصناه وراح ابلش بالكبه. رجعت لكم اعزائي المتابعين مثل ما قلت لكم كملنا الحشو. وهسه هاي عجينه البوتيتا تبارك الرحمن. شوفوها شلون هشه وترفه بسرعه راح تجي بالايد. شوفوها متجانسة وهسه تجي باللف بسرعة. طبعا نحاول قدر الامكان بان احنا لا نبلل ايدنا بالماء على مود لا تخف العجينة، بل نبللها شوية، نخلي زيت بطرف الاصابع ونمسح الكف الايد تمام. وراح ابدي هسه وارجع لكم اعزائي المتابعين. مثل ما جاي تشوفون خلصنا تبارك الرحمن ايش كم قطعه سوينا من كبه البوتيتا، ومتواصلين وياكم لحد ما نخلص الكميه كلها. رجعنا لكم اعزائي المتابعين وخلصنا الكبه ما شاء الله تبارك الرحمن. كبه بوتيتا على الطريقه البصراويه العراقيه تمام. وهاي الكميه اللي صارت عندنا شوفوها تبارك الرحمن. هسه راح اخلي اكياس عليها وابدي اجمدها. وراح هسه استعرض لكم اللي انا سويته واللي جمدته، يعني منا لما ما كملت حشوة الكبة. طبعا اكيد هو جمد بالنسبة للهمبرجر وبالنسبة للبورك. راح هسه اطلعه وافرجه لكم واراويكم تفريزات رمضان 2024.
وما زلنا متواصلين وياكم. بعد عندنا عجينة السمبوسة راح نسويها إن شاء الله بالخضار وباللحم. رجعت لكم مثل ما جاي تشوفون هاي الهمبرجر ما شاء الله تبارك الرحمن جمدت، شوفوها شلون جمدت. وهسه راح افرزنها واخليها بالفريز. تمام، هاي بالنسبة للهمبرجر شوفوها، هاي خلصنا من عندها. وبالنسبة للبورك راح هسه اسطه واخليه ايضا بالفريز، وطبعا اكيد بحافظات راح ارتبه على مود يتماسك وما يتكسر عندنا البورك. تمام. وهاي الكبة مثل ما جاي تشوفون، هاي كبتنا، وهاي تفريزات شهر رمضان 2024. يعود علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة، لا فاقد ولا مفقود يا ربي. ولا تنسوني بالدعم والاشتراكات، اشتركوا بالقناة حتى يوصل لكم كل شيء جديد من عندنا، ولا تنسوني باللايكات. ومع السلامة.